السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريمة النهاردة جريمة بشعة جدا حصلت في بولاق الدكرور. أب يقتل بنته عندها 15 سنة ويقطع جثتها 6 حتت ويرميها كوليمة للكلاب تاكل فيها. تجرد الأب من كل مشاعر الرحمة والإنسانية في قلبه، وأنهى حياة بنته اللي عندها 15 سنة. تعالوا نشوف الواقعة وايه اللي حصل فيها. واللي متابعني ولسه مشتركش في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله الجديد مني، ويعمل لايك عشان الفيديو يرتفع، شاركونا يا جماعة برأيكم في الكومنتات. نبدأ الفيديو. الواقعة بتاعتنا النهاردة واللي حصل فيها. آية 15 سنة. آية كانت عايشة مع باباها ومامتها في بيتهم عادي زي اي 2 متجوزين ومخلفين، وولادهم عايشين معاهم. طبعا حصل مشاكل مع والدة آية ووالدها. حصل مشاكل كتير، كل شوية خناقات ومشاكل، وما قدروش يعني يعيشوا مع بعض، والحياة بينهم كانت مستحيلة، فانفصلوا عن بعض. وبطبيعة الأمر الأم أخدت البنت وعاشت معاها. ده طبيعي جدا إن البنت بتعيش مع أمها، أو الأولاد عامة بيعيشوا مع أمهم. والأب خد بعضه وساب بنته ومراته بعد الانفصال ومشي. طبعا الأب اتجوز وخلف 3 أولاد من الزوجة الجديدة، وفضلت آية مع والدتها بقى عندها 15 سنة. جه في يوم الأب اشتاق لبنته، حب إن هو يجيبها وتقعد عنده شوية، يعني زي أي أب ممكن يعني يشتاق لولاده، هم هيروحوا يقعدوا عنده شوية، يقعدوا مع أمهم شوية، مفيش مانع. يعني مش هيتحرم من بنته، حب إنها تيجي تقعد عنده شوية، فبيها وقال لها يا آية أنا عايزك تيجي تقعدي معايا كام يوم. طبعا قالت لمامتها إن بابا عايزني أروح أقعد كام يوم معاه عند إخواتي هناك. فقالت لها مامتها يا بنتي مفيش مانع، ما هو برضو ابوكي، روحي يا آية اقعدي كام يوم وبقي تعالي. يعني هي رايحة لمصيرها، ما تعلمش مصيرها هترجع تاني او مش هترجع، يعني المصير ده لا يعلمه الا الله. طبعا البنت راحت لابوها وقعدت معاه. فالاب لاحظ كده سلوك مش كويس على بنته، لقاها بقى بتتكلم في التليفون كل يوم، تمسك التليفون بالليل وتقعد تتكلم فيه، بتخرج وتغيب وما ترجعش الا بالليل متأخر. يعني شاف سلوك مش كويس من بنته. فالمهم كلمها وقال لها يا آية انت بتعملي كده ليه؟ والكلام ده ما ينفعش، احنا في منطقة شعبية، تخرجي وتيجي بالليل في وقت متأخر زي ده والناس تقول والجيران يقولوا ما يصحش يا بنتي. فالبنت طبعا شدت قدام والدها مشادة كلامية، والأب شد قصادها. فطبعا الناس كانت هتسمع، ودول في منطقة شعبية، منطقة بولاق الدكرور كلنا عارفينها، منطقة يعني لما ناس كتير جدا ومنطقة شعبية. فلقاها طبعا صوتها عالي وهو صوته هيعلى والناس هتتفرج عليهم، راح هدى الأمور لها وقال لها خلاص يا آية، خلاص يا بنتي، أنا مش هتكلم تاني، بس ما تخرجيش بالليل كده وتيجي متأخر، وكمان التليفون اللي انت بتتكلمي فيه كتير ده ما ينفعش بالليل. المهم الأب طبعا كان مبيت النية ومرقد ان هو هيعمل حاجة، يعني نيته كان فيها حاجة من اتجاه بنته، بس هو بيت النية وسكت خالص وتأسف لها علشان يسكتها والموضوع يهدى ومحدش يسمعه. وكان مبيت النية طبعا في قلبه ان هو هيعمل. الموضوع عدى وعدى اليوم كل حاجة والبنت نامت. فجه تاني يوم قال لمراته اللي هي معاه ام ولاده ال3، قال لها انا عايزك تروحي تقعدي يومين في بيت والدك. فليه ومش ليه؟ قال لها طبعا انا هشوف آية بتكلم مين في التليفون. هو يعني عرف ان هي بتكلم شباب في التليفون، هو الأب عرف إنها بتكلم شباب في التليفون وعايز يتأكد ويشوف.
فطبعا قال لمراته انا هتأكد وهشوف وهعمل وهسوي والكلام ده كله، روحي بس انتي عند بيت اهلك اقعدي كام يوم وخدي العيال معاكي عشان البيت يفضلوا وينفذ الجريمة اللي هو هيعملها. طبعا مراته كان عندها علم بالموضوع دوت لانه اتكلم معاها وكان عندها علم، وخدت الاولاد طبعا الثلاثة ومشيت راحت بيت ابوها. جه هو بيفتح الباب لقى البنت قاعدة بتلعب في التليفون عادي، مبتكلمش حد ولا حاجة، وبتلعب في التليفون وبتتسلى زي اي حد ماسك التليفون وبتسلى. راح داخل المطبخ من غير ما يتكلم معاها، من غير ما يقول لها اللي انت بتعمليه ده غلط او يفهمها، مهما كان دي عيلة صغيرة ومحتاجة اللي يفهمها، وطول عمرها كانت عايشة مع والدتها لوحدها وابوها بعيد خالص. يعني اول يوم تيجي تقعد عنده وفي وسط اخواتها ده كان اول يوم في انهاء حياتها، ونهى على حياة بنته بايده، وكان اول مرة تقعد معاه وهي ما تعلمش مصيرها ايه. طبعا مسكها قال لها انت بتعملي ايه؟ قالت له ما بعملش حاجه، انا بلعب في التليفون عادي. فراح داخل على المطبخ وراح جايب سكينه المطبخ وراح نزل عليها، طعنها ضربه في الرقبه، طعنها في الكتف، وطعنها طعنه جنب القلب. طبعا 3 طعنات اتطعنتهم. اكيد الضربه اللي هي جنب القلب دي هي اللي صابت طبعا اكتر حاجه وهي اللي موتتها. بس هنا يعني أنا عايزة أقول حاجة للآباء اتجاه أولادهم. لازم يا جماعة نصاحب الأولاد ونقعد ونتكلم معاهم ونشوف هما يعني عايزين ايه ونتكلم معاهم. والتليفونات بالذات، يعني أنا في الفيديو اللي فات اتكلمت على حكاية التليفونات ديت، بتقعد كتير مع نفسها وبتمسك التليفون ما نعرفش بيكلموا مين، متواصلين مع مين أصحابهم. يعني أنا اتكلمت في الفيديو اللي فات إن احنا نراقب أولادنا حتى لو من بعيد لبعيد، ونشوف أفعالهم ونشوف وضعهم ايه وبيعملوا ايه بالتليفون، بيكلموا مين. قلنا ان احنا ما نسيبش اولادنا كده، لازم نراقبهم ونعرف هم بيكلموا مين عشان ما نوصلش للحالات اللي احنا بنوصل. تصرفه غلط، ما كانش ينفع ان هو يتعامل مع بنته كده. مش اي حاجة ان احنا نلاقيها غلط ان يبقى في قتل وفي جرائم بتحصل بالطريقة دي وبالشكل ده. لازم نقعد ونحل المواضيع مع اولادنا ونشوف ونعالج. المهم الاب طبعا بعد ما طعنها خلص عليها راح اتصل بمراته وقال لها تعالي علشان نتصرف ونشيل الجثة ونروح نرميها. هي طبعا كانت عارفة ان هو هيعمل فيها كده، لان هو طبعا اتكلم معاها وكانت موافقة في الرأي. يعني دي مرات اب مهما كان مش هتخاف عليها، كل واحد بيخاف على ضناه هو. بعدين هي برضو عليها عامل كبير ان هي ما رجعتهوش في الموضوع دوت، واتكلمت معاه وقالت له ما ينفعش اللي انت هتعمله دوت، انت كده ممكن تخش السجن، انت ولادك هيتشردوا. وقعدت تتكلم معاه وتهديه، لان طبعا الانسان في عصبيته ممكن يعمل اي حاجة، وخصوصا لما بيشوف بنته انها بتكلم شباب او بتخرج وتخش بالليل متاخر ومش قادر يسيطر عليها، لانها طبعا ما عاشتش. الراجل قطع بنته 6 حتت وعباها في اكياس وشنط، وبعد ما عباها في اكياس وشنط لما اتصل بقى بمراته، راحت مراته متصله على توك توك قالت تيجي علشان نرمي لحمه، معانا لحمه كتير وفاسده وريحتها طلعت، عايزين ان احنا نخلص منها ونرميها بس في مكان يكون فيه ايه زبالة بعيد عن هنا. فلا خلاص، هو بتاع التوك توك ملهوش دعوة طبعا ان هو دي لحمة او دي جثة او ايه بالظبط، هو ملهوش دعوة لان هو مش شايف اللي في القياس. وفي ناس يعني بيقولوا تعالى وصلنا، هو بيوصل وبس، يعني هو معلهوش ضرر. فراح وداهم بالتوك توك. هي جت البيت بالتوك توك طبعا، لقيت الاب قاعد جنب الجثه
ومكيس حاجته ومظبطها وخدوها وطلعوا في التوك توك عشان يرموها يتخلصوا منها. فاخدوا الشنط وطلعوا بيها، رموا في كل مكان شنطة، رموها في حتت متفرقة عن بعضها. هم مفكرين ان مفيش حد شايفهم ولا في حد هيقدر يجيبهم عادل وهيكشفهم، وهو ربنا اللي كشفهم فعلا. رموا الجثة وخلصوا، فرجعوا البيت. طبعا قلقت على بنتها، كل ما تتصل بيها البنت ما بتردش، كل ما تتصل بيها البنت ما بتردش. فقلقت على بنتها، حست ان في حاجة في الموضوع، اتوغوشت، حست ان ابوها عمل فيها حاجة. راحت الام عملت بلاغ، والشرطة طبعا اتحركت بسرعة وراحت بيت الاب عشان تشوف البنت ما بتردش ليه او موجودة او حصل لها ايه. راحوا لقيوا مكان اثار الجريمة، والاب قاعد مفيش اي حاجة خالص. طبعا قبضوا عليه واعترف بجريمته، وقبضوا عليه هو والزوجة التانية، وبيتحقق معاهم. وإن شاء الله القصاص العادل وحق آية وحق اللي زيها، ربنا مش هيسيبه وهيرجع. ويا جماعة موضوع القتل والحاجات دي كتير قوي قوي قوي، احنا بعيد جدا عن ربنا، احنا مش مقربين من ربنا، يعني لازم نقرب من ربنا اكتر واكتر. الحاجات ديت، موضوع القتل والحاجات دي حاجات شيطانية، والناس بتتصرف كأن يعني القتل بقى اسهل حاجة في الدنيا، اكن ماسك فرخة وبتذبحها. ده اللي بيمسك فرخة بيذبحها بيبقى خايف من منظر الدم، اللي بيتعور تعويرة صغيرة كده والدم بينزل بيبقى خايف من منظر الدم. ازاي بني ادم يمسك بني ادم زيه ويقتله ويقطع فيه حتت، وخصوصا دوت يعني مش حد غريب، دي بنته حتة منه لحمه، لا يصدقها عقل ولا بشر ولا اي حاجة خالص. انا مش عارفة ايه اللي بيحصل في الدنيا ده. الواحد بقى يعني انا مش عارفة، ربنا يرحمنا، ربنا يجيب حقها. الشرطة خدت الاب وعلى طول اعترف بالجريمة، واخدت الزوجة، والاب قال ان انا قتلتها علشان هي بتكلم شباب وبتخرج وبتيجي متأخر. طب ده مش مبرر خالص انك انت تقتلها، يعني كان ممكن تقعد معاها وتتكلم معاها، يعني هي ممكن تكون مش لاقية حد يحتويها، حد تاني اتكلمت معاه وبيحتويها وبتتكلم معاه وارتاحت له. انت اب المفروض تحتويها، انت سايبها بقالك سنين وجاي تقتلها على يوم جت قعدت فيه معاك؟ ازاي؟ ده يوم حبيت، وانت كمان اللي طلبت، حبيت ان هي تيجي تقعد معاك يوم ما تجيلك صاحية وماشية على رجلها تطلع جثة هامدة من عندك حتت. انهي اب ده وانهي قلب؟ مفيش اب بحق وحقيقي في قلبه فيه رحمة لولاده يعمل في ولاده كده. الله حق آية يرجع وحق اللي زيها، وربنا يرحمهم يا رب ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين. وأتمنى تشتركوا في القناة، تعملوا اللايك، وشاركوني برأيكم عن الجريمة دي وعن الأب دوت يستاهل إيه بالظبط، والزوجة، وكل من يعمل أي حاجة في أي حد، يقتل أو أي حاجة، إيه مصيرهم؟ شاركوني بالرأي في التعليقات، وربنا يرحمنا ويخف الواقعات اللي بتحصل دي والجرائم اللي بتحصل ديت في البلد وفي العالم كله يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.